السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل ملاح. قبل ما نبداو كالعادة صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. كيما على بالكم عندي مدة ما حطيتش وصفات، كنت نحط فقط فيديوهات كنت خدمتهم من قبل. اليوم جبت لكم وصفة المعجون التركي الرائع كما راكم تشوفوا، راهو شهيتكم بالجنة إن شاء الله. هذا المعجون راح نخدموه غير بقشور البرتقال ولا بالقشور تاع تشينا، يجي كما راكم تشوفوا معسل، ويجي بهذا الشكل الرائع. نروحو نشوفوا طريقة التحضير ولا نروحو نشوفوا كيفاش راح نخدموا هذا المعجون. هنا واش نحتاجو قشور البرتقال. هنايا عندي حبة تاع البرتقال، هذه الحبة تاع البرتقال راح نديروها كاملة، ونحتاجو أيضا القشور راح نخدموهم بهذه الطريقة. دوك نوريكم كيفاش نخدموه. أول حاجة نشدو الحبة تاع التشينا تاعنا، نقشروها هكذايا براج كما راكم تشوفوا. تبعوا معايا مليح الطريقة باش تشوفوا كيفاش نتخلصوا من هذيك الحموضة ولا هذيك المرورية تاع البرتقال تاعنا ولا تاع قشور البرتقال. نعطيكم يعني طريقة بالتفصيل الممل. فوالا هنايا كامل كيفاش نقشرها هكذا، نديرها برج برج برج. القشور تاعنا نبرجوهم ونقسموهم بهذه الطريقة باش يكونوا طوال، باش نقدروا نخدموا هذاك الشكل يعني اللي درنا. فوالا هنايا نشد القشرة تاع البرتقال نحو لها هذاك الأبيض اللي يعطينا المرورية. وهنا كي نحوه ما تقولوش بلي راهي رايحة تنحى لنا هذيك المرورية ولا هذيك الحموضية اللي حتجينا في البرتقال تاعنا ولا تجينا في المعجون تاعنا. هنا مازال طرق واحد اخرين، يعني كي يجيكم الطعم تاعو يجي رائع، يعني ما تحسوش كامل بهذيك لي زاسيد اللي كاينه في قشور البرتقال. كامل نحيلو كامل هذوك القشرة البيضاء كامل، ونروحو نكملو المراحل. هنا كنت وجدت من قبل انايا كيما راكم تشوفوا، كنت وجدت من قبل كمية هيا كون راهي نحيت لها كامل هذاك القشور الابيض، ونبداو نروليوه بهذه الطريقة. شوفوا معايا، ونجيب كوردو. فوالا ندير له كوردو، يعني ندير كمية في كوردو. هنايا انا الكاسرونة تاعي صغيرة، قسمت الكوردو على 2 وعمرته كامل بهذه الطريقة. يعني بما انه رانا في موسم البرتقال حبيت نشارك معكم هذه الوصفة. البرتقال ما راهش غالي ولا تشينا ما راهيش غالية، راهي دير 10,000 للكيلو. على هذيك تقدروا كامل ديروه وتفرحوا به العائلة تاعكم، يعني تجي رائع. وزاد راني خدمته يعني غير بقشور البرتقال، استعملت غير حبة واحدة تاع البرتقال، يعني تقدروا كامل تخدموهم بلا ما ترموا قشور البرتقال. راح تحصلوا بهذه القشور على وصفة المعجون الرائعة اللي قلت لكم عليها. هنايا نديروا شوية تاع الماء. هنايا من المستحسن يكون الماء دافي شوية، ونخليوه من الصباح للعشية، ولا تقدروا تستغناو عليها الطريقة. هنا بعد ما خليته في الماء يعني طلق كامل هذيك الصفورية، نروحو نبداو نغلوه يعني. هنايا نغلوه 4 مرات كما راكم تشوفون، نصفيه من هذاك الماء. حنا كي نبداو نحوه من الماء السخون مباشرة نديروا له الماء البارد باش يبقى لنا هذاك اللون البرتقالي تاعو، يبقى لنا شباب. ونعاودوا نديروه يغلى المرة الثانية. هنايا نكرروا المرة نكرروا عفوا الغليات 4 مرات باش نتخلصوا كامل من هذيك المرورية ولا هذيك الحموضية تاع قشور البرتقال. وهنا زدت غليته للمرة الثالثة، وزدت غليته للمرة الرابعة. هنايا نروحو نوجدوا السر ولا نكملوا طريقة تحضير المعجون تاعنا. هنا عندي 2 كيسان تاع سكر، نتوما تستعملوا السكر على حساب الكمية تاع القشور اللي عندكم. عندي كاس تاع الماء، وعندي ايضا هذيك الحبة تاع التشينا كنت عصرتها ولا طحنتها هكذاك بلا ما نصفيوها. وعندي ايضا ربع كاس تاع الليمون ولا حبة تاع عصير الليمون. هنا نديروهم يغلاو ونحو لهم هذيك الرغوة كما راكم تشوفون، نحوها كامل ديك الرغوة اللي من الفوق بهذه الطريقة. هنا نروحو نجيبو القشور تاعنا اللي كنا غليناهم من قبل ونرميوهم في هذاك السيرو. فوالا ونكملو نحو، كل ما تشوفوا هكذا رغوة من الفوق طلعت نحوها
حتى خلّوه يعني يطيب على نار قليلة حتى يعقد لكم. شوفوا هنا كيفاش خرج ما شاء الله، راهو يشهي يشهيتكم بالجنة إن شاء الله. حنايا يعني خلاص بعد ما طاب لنا نحوه من الكوردو. علاه ما نحيناش من الكوردو مع الأول باسكو راح يتخسر لنا الشكل تاعو. أما كي خليناه حتى طاب يعني راح يبقى هذا الشكل الرائع، الشكل الحلزوني. نحيه كامل من الكوردو ونروحو نشوفوه في طبق التقديم. في الأخير هذا هو المعجون التركي تاعنا، إن شاء الله ينال إعجابكم. إن شاء الله تجربوه وتخلوا لي في التعليقات. في الأخير ما بقى لي غير نقول لكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل شيء جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.